النهاردة هنعمل كريب. اولع في مين انا دلوقتي؟ بتفشلي في الكريب كل مرة؟ النهاردة هقولك على الطريقة اللي ما فيهاش ولا غلطة. كريب اقتصادي، مكونات بسيطة جدا موجودة في أي بيت، مناسب للمبتدئات 100%، مش محتاج خلاط ولا خبرة. ويلا نبدأ بسم الله. طب هنحتاج ايه عشان نعمل الكريب؟ هنحتاج دقيق ومية وملح وزيت، بس كده. كمية الدقيق بتكون قد كمية المية. أنا هنا حطيت 4 كوبايات دقيق، هحط عليهم 4 كوبايات مية. بعد ما حطيت الدقيق هحط عليها معلقة كبيرة ملح ومعلقة كبيرة فلفل اسود. الكريب ممكن يتعمل حلو او حادق، انا هنا هعمله حادق فعشان كده هحط فلفل اسود، لكن لو عايزة تعملي عجينة كريب وتستخدميها زي ما انت عايزة ما تحطيش فلفل اسود. وعشان حطيت 4 كوبايات دقيق هحط عليهم 4 كوبايات مية، وبالويسك هنبدأ نقلب الدقيق في المية، نقلب كويس جدا 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 لحد ما نلاقيش تكتلات خالص، وكمان يكون سمك العجينة بتاعتنا خفيف. أنا هنا حسيت إن الدقيق تقيل شوية أو العجينة تقيلة شوية، فحطيت كمان جبت جنبي كوباية مية، حطيت نصها الأول ولقيتني لأ محتاجة أحط تاني فحطيت الكوباية كاملة. وده السمك اللي المفروض يكون بيه العجينة، بتكون خفيفة ومايلة للسائل زي ما احنا شايفين، ومن غير خلاط ما فيهاش أي تكتلات زي ما هو واضح قدامنا. عجينة الكريب سهلة وبسيطة جدا ومش مكلفة نهائي، وبنفس العجينة ممكن نعمل بيها حلو وحادق. ممكن نبدأ على طول نحطها على النار، بس الأفضل إن احنا نسيبها نص ساعة في التلاجة. وفي الوقت ده هنجهز الحشوات بتاعتنا. أنا هنا كنت بقلي بطاطس، كمان هحمر سوسيس، ومش هضيف عليه أي توابل خالص غير رشة ملح ورشة فلفل أسود. كان عندي برضه ربع كيلو صدق فقطعتهم صغير وبرضه هحمرهم بنفس الطريقة، رشة ملح ورشة فلفل اسود. واليوم اللي بقرر اعمل فيه كريب بيكون عندي في التلاجة بواقي من كل فيلم اغنية، يعني حبة سوسيس، حبة صدق، حبة لحمة مفرومة، ومعاهم شوية بطاطس، وعملت بيهم كمية كويسة جدا جدا من الكريب. طلعت العجينة بتاعتي من التلاجة، وطبعا كان المفروض احط لها زيت من الاول، بس مفيش مشكلة. حطيت دلوقتي حوالي ربع كوباية زيت. بعد ما احط الزيت لازم برضو اقلبها كويس جدا عشان الزيت يختلط بالعجينة بتاعتي كويس. وعلى النار هحضر الطاسة بتاعتي، ياريت تكون طاسة غير لاصقة، وهحط فيها نقطتين زيت بالظبط، وبعدين بالكبشة بتاعتي هحط كبشة كده من العجينة بتاعتي في الطاسة، وهبدأ ألف الطاسة وأنا بنزل العجينة في الكبشة بحيث إنها تتفرد في كل الطاسة بتاعتي. النار بتكون متوسطة وما بيجيش جنب الكريباية خالص لحد ما الأطراف بتاعتها تسيب الجوانب بتاعة الطاسة. وانا هنا في اول طاسة بس ما قصيتش من الفيديو ولا سرعته، بحيث ان انتوا تشوفوا بالظبط الخطوات وتشوفوا هتاخد وقت قد ايه. زي ما انتوا شايفين كده الاطراف بدأت تسيب الجوانب بتاعة الطاسة، فهبدأ اقلبها على الوش التاني برضو بالراحة وبحرص كده عشان ما تتقطعش مننا. وهسيبها لحد ما الوش التاني كمان يستوي، هو مش هياخد يعني 30 ثانية وهتلاقوا خلاص الوش استوى، وهنبدأ نشيلها من الطاسة. شايفين هنا كده خلاص الوش التاني كمان استوى، فهشيلها خلاص من الطاسة وابدأ احط الكريباية التانية.
بنفس الطريقة إيد هيكون فيها الكبشة اللي فيها العجينة، والإيد التانية هيكون فيها الطاسة، وأنا بنزل العجينة في الطاسة هبدأ أحرك الطاسة يمين وشمال كده ألفها علشان العجينة تتفرد في الطاسة كلها. وهنا برضو بوريكم ان ايدي عشان ما كانتش سريعة قوي وانا بلف الطاسة، يعني وانا بحط العجينة لازم الف الطاسة بسرعة بحيث ان العجينة تتفرد وما تعملش طبقة سميكة، لان هي زي ما انتوا شفتوا كده عملت في النص طبقة سميكة، وكمان الاطراف كان فيها حتت فاضية، فاضطريت ان انا اضيف كمان يعني ربع كده كبشة عشان تملأ الطاسة كلها. فلازم تكون ايدينا سريعة واحنا بنلف الطاسة. هنا كنت خلصت كل كمية الكريب بتاعي، والحمد لله زي ما انتوا شايفين العجينة ناجحة جدا، بس نخلي بالنا من الكام تركية اللي قلناها. هنحشي بقى الحشوات اللي احنا عايزينها في الكريب بتاعنا. في تركاية مهمة جدا برضو عشان الكريب بتاعك ما يلزقش في الطاسة حتى لو كانت غير لاصقة او نون ستيك. كل كريبايتين 3 ادي رشة بسيطة من الزيت في الطاسة نفسها، ده هيضمنلك ان العجينة ما تلزقش ابدا ابدا في الطاسة وما يتحرقش منك. عاوزة أقول لكم إن لما كنت مغتربة الوصفة دي كانت بتنقذني. مع جوع بالليل الواحد بيبقى محتاج أي حاجة كده من بتاعة المطاعم يعملها وياكلها، فكان شوية دقيق ومية كانوا بيخلصوا لي الكريب، وأي حشوة موجودة عندي كنت بحشيها بتبسط بيها جدا. دي بقى آخر خطوة في الكريب بتاعنا. بعد ما بنخلص حشوه بنحطه تاني على الطاسة من غير زيت ولا أي حاجة، بنحطه تاني على الطاسة عشان يدينا بقى اللون الرائع والقرمشة الجميلة بتاعة الكريب. بجد الكريب من أبسط الوصفات اللي بتفرق جدا في المود. وبعد الفيديو ده هتعملي الكريب من غير ما ترجعي لأي حد. ولو النوع ده من الوصفات السريعة بتفيدك قوليلي عشان أنزل زيها أكتر. وشكرا إنك كملتوا الفيديو للآخر. باي باي.